سامسونج اس 23 محور حديث العالم التقني في الفترة دي. سامسونج أعلنت أو حددت الميعاد الرسمي للمؤتمر الرسمي اللي هتعلن فيه عن سلسلة اس 23 واللي هيكون يوم 1/2 تزامنا مع كأس العالم للأندية. في الفيديو ده هنقول لك كل التسريبات اللي جت عن سلسلة اس 23 من سامسونج. بس خليني في الأول أتفق معاك إن كل الكلام اللي هقوله لك في الفيديو ده ما هو إلا تسريبات وتوقعات، عشان الجهاز أصلا لسه منزلش، والفيديو اللي شفته في الأول ده ما هو إلا فيديو إعلاني عملته سامسونج للإعلان عن اس 23 وكمان فيديو متسرب. طيب الجهاز ده هيجي منه 3 نسخ زي ما عودتنا سامسونج في سلسلة الاس في الفترة الأخيرة. هيبقى اس 23 واس 23 بلس واخوهم الكبير اس 23 الترا. في الفيديو ده هنتكلم عن الفروق اللي بينهم، ومن الفرق انت هتعرف المواصفات لوحدك. ويلا نبدأ بأول حاجة واللي دايما بتبقى متفوقة بيها سامسونج، وهي الشاشة. وعلى حسب التسريبات اللي عرفناها وقريناها ان الثلاث نسخ او الثلاث اجهزة هيجوا بنفس دقة الشاشة، الفرق بس هيبقى في الحجم. قالك اس 23 العادي هيجي بشاشة 6.1 بوصة، اما النسخة البلس هتبقى 6.6، اما اخوهم الكبير الاس 23 الترا فهيبقى بشاشة 6.8. اما بقى لما نيجي نتكلم عن التصميم فخلينا نبدأ بالنسخة الكبيرة الالترا عشان هي مختلفة شوية عن النسختين التانيين. سامسونج رجعت بتصميم الجهاز ده لتصميم اس 20 الترا اللي كان في سنة 2020، نفس الشكل من قدام، الزوايا العدلة اللي مفيش فيها اي انحناءات، لكن الظهر هو اللي مختلف شوية. سامسونج اعتمدت على البساطة في التصميم وتخلت عن المربع بتاع الكاميرات، وخلت الثلاث كاميرات اللي في الجهاز ده منفصلين، كل كاميرا في دايرة منفصلة لوحدها، وفي كاميرتين صغيرين كده تانيين بتوع الزوم هنتكلم عنهم كمان شوية. اما بقى اخوات الترا الصغيرين فجايين بشوية اختلافات كده من الوش، جايين بزوايا منحنية دائرية مش مربعة زي الالترا، لكن الظهر هو نفس الشكل ونفس التصميم، نفس البساطة ونفس رصة الكاميرات. اما بقى مواصفات الكاميرا نفسها فالتسريبات بتقولك ان النسختين الصغيرين اللي هم اس 23 واس 23 بلس جايين بنفس مواصفات الجيل اللي فات اللي هو اس 22 واس 22 بلس 50 و12 و10، مع شوية اضافات صغيرين كده في السوفت على شوية تعديلات في ابلكيشن الكاميرا الافتراضي. اما بقى اخوهم الكبير الالترا فقالك انه جايب 4 كاميرات مش 3 بس زي اخواته الصغيرين، وكمان هيبقى مختلف او متطور اكتر عن الجيل اللي فات. الجيل اللي فات كانت الكاميرا الرئيسية 108، قالك الكاميرا بتاعت اس 23 الترا جاية بدقة 200 ميجا بكسل، وكمان قالك هتبقى قادرة تاخد صور بجودة عالية قوي في الإضاءة الضعيفة والإضاءة الليلية، وده طبعا معناه ان فتحة العدسة هتبقى واسعة. ده غير كمان انه قالك حاطين فيها سنسور كبير وجديد واول مرة يستخدموه واحنا منتظرين وهنشوفه. وقالك كمان اس 23 الترا جايب عدستين زوم، وعشان ما قالوش تفاصيل انا مش فاهم العدستين هيعملوا ايه او هتبقى شغلتهم ايه، ولكن برضو احنا مستنيين لحد ما الجهاز ينزل ونشوف. اما بقى المواصفات الداخلية فالتسريبات بتقولك ان الثلاث نسخ جايين بنفس المعالج، اقوى واحدث معالج موجود حاليا من سناب دراجون 8 جين 2، والمتصنع بتقنية تصنيع 4 نانومتر واللي بيدعم 5G. وقال لك النسختين الصغيرين اس 23 واس 23 بلس جايين ب 8 جيجا رام ومساحة تخزين 128 و256 و512. اما بقى اخوهم الكبير الالترا فقال لك جاي بمساحة تخزين 256 و512 و1 تيرا، النسخة 256 الوحيدة اللي جاية ب 8 رام، اما 512 ونسخة الواحد تيرا فجايين ب 12 جيجا رام. وطبعا الثلاث نسخ جايين باندرويد 13 واحدث نسخة من واجهة سامسونج اللي هي One UI 5. وبس كده، ما تكلموش عن حاجة تاني، وهي دي كل التسريبات اللي عرفناها وده كل اللي قدرنا نوصل له، واي حاجة هتسمعها تاني هتبقى ما هي الا توقعات، واي حاجة هتظهر جديدة او اي حاجة اعرفها اكيد هبلغك بيها اول باول. وفي النهاية لو عجبك الفيديو او استفدت منه معلومة دعمه بلايك واشترك في القناة لو مش مشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.